السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وأتم الصحة وأحسن حال إن شاء الله. رمضان على الأبواب، كل سنة وانتم طيبين. وإن شاء الله بإذن الله عندنا عزايم، عايز أكلك طبعا يكون مميز عن أي أكل إن شاء الله وبأقل التكاليف. بلاش السمنة البلدي، طبعا غالية يا جماعة، وغالية جدا جدا، والعزومات طبعا يعني بتصرف كتير وبتتكلف وكده. تعالي نعمل اول حاجة كده، نعمل السمنة معانا بتاعة العزومات اللي ان شاء الله هتشرفك وهتخلي الاكل بتاعك ريحته حلوة جدا جدا. هو بمكون واحد ان شاء الله باذن الله هنعمل لك الحاجه اللي انت بترميها او مش بتستعمليها او ولادك مش بيحبوها، ان شاء الله هنعملها الحاجه حلوه جدا جدا. بس قبل اي حاجه كده تعالي نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دي يا جماعه الدهنه بتاعتنا اللي احنا بنشتريها او اللي بتبقى موجوده في الذبيحه لو بنذبح، اللي هي عند الجزار يا جماعه. بنجيبها وبنقطعها صغير كده. طبعا ليها طريقة غسيل مش الكل مننا يعرفها طبعا، بس ان شاء الله باذن الله خليكي تغسليها وتبقى حلوه جدا وتبقى باللون اللي انت شايفاه ده. بتمسكيها وتقطعيها كده وبتنقعيها في ميه وملح حوالي نص ساعه، بتنزل الدم اللي فيها او اي ريحه، وبتغسليها تحت الحنفيه كويس جدا جدا، وبتحطيها في المصفى لحد لما بتتصفى وتبقى زي ما انت شايفه كده. معانا هنا حله اهي على النار، ولازم تكون سخنة جدا جدا. بتحطي فيها الدهنة بالطريقة دي، مش اي جزار تجيبي منه طبعا، الحاجة دي لازم تكون من عند جزار مضمون علشان يديك النتيجة مرضية جدا. اهو بصي بيضة وما شاء الله اللهم بارك، حلو قوي. وكمان ان شاء الله باذن الله هوريكي المراحل بتاعه التسويه بتاعتها، علشان في ناس كتير جدا ما بتعرفش تسويها او ما بتحبهاش. ان شاء الله هنعمل كل حاجه هقولك عليها في الفيديو واحنا شغالين مع بعض. زي ما انت شايفه عملت زي الميه كده كده، بتحاول تنزل يعني الميه اللي فيها بتتبخر وبتنزل السمنه يا جماعه بالشكل ده. اوعي في المرحله دي تقولي ده لا ده باظت وهرميها، لا طبعا خالص. وهتشوفي معانا برضو طريقة التسوية بتاعتها اهي. بوريكي يعني كل ما بلاقي الخطوة، يعني ما ببدأ خطوة بوريها لكم، علشان خاطر في بنات معانا ما بتعرفش يا جماعة تعمل الحاجات دي. احنا كلنا بنعلم وبنتعلم ان شاء الله من بعضينا اهي. تعالي بقى نقول لك على المكون اللي هيخليها تبقى معاكي بريحة السمنة البلدي وطعمها وجمالها زي ما هتشوفي معانا في الفيديو دوت يا جماعة. لبن بخيره. اوعي تجيبي اللبن العلب وتحطيه، مش هيديك النتيجة دي خالص، مش هتبقى نتيجة مرضية خالص، ومش هتبقى ريحة حلوة زي ما قلتلك. ده اللبن بخيره ده يا جماعة اللي هو كامل الدسم، اللي انت بتجيبيه من عند الناس اللي هي الفلاحين. طب انا مش جنبي فلاحين، ممكن تجيبي من السوبر ماركت بس يكون، او من عند اللبان بس يكون حد مضمون انت مجرباه، او جبتي منه لبن قبل كده وطلع الوش بتاعه حلو كده زي ما بنقول بيطلع قشطة كتير. الكمية دي قد ايه؟ الكمية دي يا جماعة كيلو ونص من الدهنة، وهنحط عليها كوباية لبن زي ما انت شايفة كده. الكوباية دي حوالي يعني اقل من الربع كيلو شوية اهو. بصي مراحل التسوية معانا زي ما انت شايفة كده، بصي ما شاء الله اللهم بارك، ادى اللون الحلو ده. طبعا هو كده لسه مستواش، بس بوريكي المراحل زي ما قلتلك. في الوقت دوت ممكن الدهن يكون مع ايه يعمل صوت معاكي زي فرقعه كده، بتحاولي تتفاديه وتحطي الغطا كده زي ما وريتك. دي بقى معلقه ملح اللي هي ماده حافظه. لو انتي عامله كميه كبيره حاولي تحطي لها معلقه الملح دي علشان خاطر ما يبوظش معاكي. هو مش هيبوظ عشان انا عامله كميه صغيره، بس انا بقولك لو عامله كميه كبيره. وهنحط كمان عليها كوباية من الزيت. الزيت دوت لازم يكون نظيف، ما يكونش زيت يا جماعة، يعني لو بتاع التموين حاولي تجيبي النوع الكويس اللي هو ما يكونش فيه ريحة مش حلوة. احنا بنعمل وصفتنا كده حلوة كده، وان شاء الله تبقى سهلة كده وبسيطة معانا، وكل حاجة موجودة في البيت. طب انا ما عنديش غير زيت التموين، حطيه بس حاولي تخليه يتقدح معاكي شوية، او زي ما انت شايفة كده يغلي معاكي شوية، علشان لو في اي روايح بتطلع في طريقة يعني لما بتسخنيه جامد كده. كده معانا خلاص الدهنة بقت زي العسل ما شاء الله اللهم بارك، ولونها بقى بصي ذهبي وجميل ازاي. تعالي بقى نصفيها زي ما انت شايفة كده. معانا مصفى هنا
اهي. وديت البوله الستانلس دي انت ممكن تستبدليها ببطرمان ازاز او تحطيها في علبه بلاستيك، بس طبعا انا للاسف مش عندي الاتنين، فانا اضطريت احطه فيها. هي كده كده عندي فاضيه وحلوه يعني، احفظه فيها وهشيله في التلاجة، مش هيجراله اي حاجه. واغطيه كده باستريد شراب او بكيس بلاستيك واخد منه على قد ما انا عايزه. بصي بقى ما شاء الله برضو دوت اوعي ترميه، دوت حلو جدا جدا برضو، وهتستعمليه في اي حاجه تانية. وهقولك معانا برضو ان شاء الله باذن الله لما نيجي نستعمله برضو هوريكي هتستعمليه في ايه بقى. اوعي ترميه، تحطيه في علبه برضو بلاستيك كده او في طبق وتشيليه عندك في الفريزر، هينفعك برضو لاي اكل. اهو ما شاء الله ما طلعتش حاجه كتير، بس بصي بقى شكل الدهنه معانا او السمنه البلدي معانا حلوه جدا جدا، وما تفرقش طبعا عن السمنه. بصي في المعلقه عامله ازاي. انا حبيت اقرب برضو كل شويه اوريها لك كده من قرب برضو، علشان في اغلبيه اطفالنا ما بياكلوش اللي او الدهنه دي خالص في الاكل. احنا النهارده غيرنا طعمها خالص وريحتها، زي ما قلت لك غيرنا ريحتها في الغسيل في الاول. دوت بقى مكان ما سيحنا الدهنه كده. طب الحله كده مش هتنضف، لا طبعا هتحطي فيها شويه ميه سخنه وهتقعدي بالظبط حوالي ربع ساعه. يعني لو بتعملي حاجه بالظبط ربع ساعه 10 دقايق وبتصبنيها وبتديكي النتيجه احلى من ما كانت. حطينا بقى الدهنه معانا علشان خاطر الحق انزل لكم الفيديو. حطيته في الفريزر يجمد بالشكل ده، هو ما شاء الله بيتماسك بسرعه، بس برضو حطيته في الفريزر علشان خاطر اختصر الوقت. اهو بصي ما شاء الله دي في الفريزر، وبصي المعلقه عامله معايا ازاي. اهو بصي مرمل وحلو جدا جدا. بصي عامله ازاي الترميله بتاعته، كمان ريحته يا جماعه والله قلبت البيت بصراحه. كان حلو جدا، ريحته كانت جميله كده. اهو بصي بوريكي عن قرب ما شاء الله مرمل ازاي. هو متماسك معايا علشان زي ما قلت لكم ان انا حطيته في الفريزر. دي كانت وصفتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفه النهارده ما تنسونيش في دعوه حلوه وليكي اضعاف اضعافها ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين، ويعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. وما تنسونيش في اشتراك في القناه وفعلوا زرار الجرس على الكل، علشان كل لما انزل فيديو ينزل لك كل جديد. طبعا النتيجه مرضيه جدا جدا، وانا والله فعلا حلو يعني بيعجبني قوي قوي. بس انا قلت افيد برضو فيه ناس ما بتحبش الحاجات دي فنفيدها. اهو يلا اشوفكم على خير، وكل سنه وانتم طيبين. سلام عليكم.